خلف حادث انفجار مدفأة تعمل بغاز المدينة في ورشة مقاولات خاصة بمدينة الشريعة ليلة البارحة في إصابة شخصين بحروق خطيرة، وحسب مراسل الإذاعة فقد تم تحويل أحد المصابين إلى مستشفى عنابة لتلقي العلاج. أحمد بويرة. أصيب ليلة البارحة شخصان بحروق بليغة جراء انفجار مدفأة تشتغل بغاز المدينة، وهذا داخل مركز حراسة بورشة للمقاولات على مستوى حي طريق تبسة بالشريعة. المصاب الأول يبلغ من العمر 29 سنة، تعرض لحروق على مستوى اليدين والرجلين، فيما تعرض الثاني البالغ من العمر 45 سنة لحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليدين والرجلين. فرقة الحماية المدنية بالشريعة تدخلت بعين المكان وعملت على نقل الشخصين المصابين إلى مصلحة الاستعجالات التابعة لمستشفى محمد شبوكي بالمدينة. وبعد معاينة طبيب المناوبة بذات المصلحة تم تحويل أحد المصابين إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة نظرا للحروق البليغة التي تعرض لها جراء هذا الانفجار. وتبقى مراقبة وسائل التدفئة قبل استعمالها في هذا الفصل البارد واحدة من إجراءات السلامة الواجب اتخاذها من قبل المواطنين حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث القاتلة والمميتة. لإذاعة الجزائر من تبسة راسلكم أحمد بوقرة.